من مهرجان كان نقدم لكم من أحد المخرجين الشباب أنه مخرج منفذ محمد ثروت. عفوا. إيه رأيك في المهرجان؟ لا، حاجة كويسة جدا ومشرفة طبعا، ونشكر جدا الأستاذ علاء نصيري بالحاجة الجميلة دي، إن هو ادانا الدفعة لقدام إن هو نقدر نقف على رجلينا ونعمل حاجة والناس والعالم كله يشوفها. طيب لو أنت حابب إن المهرجان السنة الجاية يعني يكون أفضل، تحب يكون في إيه الأفضل؟ الأفضل طبعا إن يكون في كل حاجة جديدة، تمام؟ يكون في بتاع ده يدي فرصة للأفلام الطويلة ان هي تبتدي تشوف برضو مجالها في المجال الوسط. محتاج ان المهرجان يدعم بحاجات كتيرة جدا، ويدي فرص للشباب ويدي فرص للممثلين اللي لسه الهواة ان هم يبتدوا يشوفوا طريقهم ويشقوا طريقهم في المجال. طب كويس. الأستاذ اشتغل معاكم في المهرجان، كان مطرب شعبي، تمام؟ مطرب شعبي للفرقة، هو فرقة للفيلم عامة، الفيلم. طيب اسم حضرتك ايه؟ هوبا دنيا. طيب ايه رأيك في المهرجان يا هوبا؟ المهرجان طبعا حلو، ان بيتيح فرصة للناس الجدد اللي هم مفيش حد بيساعدهم، ان الناس تشوفهم وتعرفهم وتشوف فنهم بجد، عشان في ناس كتير تعبانة وفي الشغل طبعا تعب ومش لاقيين مكان يقفوا فيه صح. المهرجان فرصة كويسة ولكل واحد يثبت نفسه والناس تشوف في الفن بتاعه. نتمنى ذلك والله يا هوبا، ونتمنى ان السنة الجاية ان شاء الله نشوفكم في المهرجان بأفلام كبيرة وليست قصيرة. ان شاء الله، وكمان بإذن الله نتوقع نكون معاكم بإذن الله في آخر المهرجان بجائزة كويسة محترمة، عشان الفيلم ده تعبنا فيه بجد، وهتشوفوا فيه حاجة مختلفة عن الأفلام اللي في المهرجان. نتمنى اللي هو يكون كمان من الجوائز اللي بتاخد يعني من الأفلام اللي بتاخد جوائز. معلش سوري.